مزار عيون موسى يا جماعة. مزار عيون موسى موجود في جنوب سيناء. أنا قاعدة فترة طويلة جدا بشتغل على الفيديو دوت عشان ينزل في يوم انتصارنا في 6 أكتوبر المجيدة. مزار عيون موسى من المزارات ومن النقط المهمة جدا اللي احنا حصلنا عليها وقت الحرب. طبعا أول ما بتخشوا ده الممر عاملين تماثيل للجنود الإسرائيليين بيورونا في المكان وفي المزار الخنادق. فالخندق اللي انا هنخشه دلوقتي ده خندق القائد الاسرائيلي. هوريكم كل المقتنيات اللي موجودة في الخندق ده. دي الخزنة بتاعته، هتشوفوا على المكتب بتاعه الخوذة، التليفون الخاص بيه، وده علم مصر منور منور. وطبعا هتخشوا كمان معايا هتلاقوا المقتنيات الشخصية الخاصة بيه، وأزايز المية، وواقي بقى للدخان، وكل المقتنيات الخاصة بيه، حتى الطبق بتاع الأكل والشرب بتاعه. طبعا ده السرير الخاص بيه. فده الخندق بتاع القائد الإسرائيلي. طبعا احنا استولينا على كل دوت، وما لقيتش فرصة انه ينزل الفيديو ده وانا شغالة عليه من فترة إلا في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. بعد ما خرجنا من الخندق ده ممر بنمشي فيه عشان نوصل للمكان اللي فيه منظار. هوريكم المنظار ده حكايته كبيرة قوي. وكمان مدفع أبو جاموس. عايزة أقول لكم هو اتسمى مدفع أبو جاموس لأن المدفع دوت كان على بعد كبير بيضرب بور توفيق كلها، وهم لغاية دلوقتي في المزار. احنا وجيشنا وطبعا القوات المسلحة منورة المكان، محافظين على كل تفاصيل المكان. وطبعا ده شكل التماثيل الجنود الإسرائيلية، ودي بقى المقتنيات اللي كانت خاصة بيهم من أسلحتهم واجهزه التليفون الخاصه بيهم. بصوا الاسلحه عامله ازاي. وعايزه اقول لكم ده كمان خندق داني، بس الخندق بقى دوت الاكسجين فيه بينقص، فما كانش مسموح لنا ان احنا نخشه. وطبعا الاسلاك الشائكه في المكان كله، لان لغايه دلوقتي في مناطق فيها الغام متحوطه بالاسلاك الشائكة. هنا بقى أنا كنت في طريقي عشان أشوف المنظار اللي من خلاله بتشوفوا السويس كلها. بجد يعني حاجة كده هو عظمة بجد. كل سنة وكل المصريين بألف خير، وربنا يحافظ علينا شعبا وجيش. وبجد الفيديو ده أنا كنت بلان ان انا اعمله عشان وقت انتصارات 6 اكتوبر. وهنا بقى انا ومصطفى بنقضي الوقت فرحانين اصلا بالمكان كله. المكان تحفة ومزار يستحق التجربة، وهو مزار عيون موسى في جنوب سيناء. هنا بقى العيلة وبنقضي الوقت بتاعنا الحلو قوي. بجد 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 هتنبسطوا.